السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش استحملوني في الفيديو ده، ان الواحد من امبارح ما نمش كويس والله. لما شفت النادي الاهلي بيلعب برشلونة، لما شفت في شهرين مجلس ادارة النادي الاهلي قدر ينسي جمهوره ان هو عمل موسم كارثي من الناحية المادية والناحية الفنية. الناحية المادية خسارة غير طبيعية في كل حاجة، بدأ من المدربين باللعيبة بالدولارات. الناحية الفنية كارثية، كل البطولات خسرها. قدر في شهرين ينسيهم كل الكلام ده. زعلان امبارح طبعا، مستاء طبعا. والمستاء اكتر ان جمهور الزمالك العظيم عمال يمجد في ناس ويعلي في ناس، العالمي والاسطوره والفتى الذهبي والفتى المدلل، واحنا 15 دوري من 78. فقعدت ابص كده، الله، مش ميدو ده احترف في انديه اوروبا؟ عمل ايه نادي الزمالك؟ ما عملش حاجه خالص. طب جاب فلوس نادي الزمالك؟ ما جابش فلوس. طب ولا لاعب؟ لما كان لاعب ما جابش فلوس. ولما رجع ما جبناش ماتشات دوليه مثلا من الانديه اللي لعبها خد فيها بطولات. نلعب الزمالك ماتش وماتش يدخل دخله الزمالك. طب فتره معايشه لنادي الزمالك في اي من انديه من انديه اوروبا. طب توأمه مع الانديه اللي لعب فيها، نفس الكلام شيكابالا لشبونه، كابتن حازم امام نفس الكلام في ايطاليا. فلقيت نادي الزمالك مكبر ناس قوي قوي قوي، وهم الوحيدين المستفيدين من نادي الزمالك، وما فادوش نادي الزمالك بحاجه خالص خالص. انا ما عنديش عاطفه شويه يعني مع اللعيبه ولا المدرب، ما بعاطفش مع حد. يعني جاب لي بطوله، جاب لي 10، اهلا وسهلا، مش استفدت يلا مع السلامه، ده طبيعتي يعني. اللي بعده، البطوله اللي بعدها، البطوله اللي بعدها. جمهور الزمالك العاطفي اللي فرز الناس وعرف ان العاطفه ما جابتش نتيجه، وخصوصا السنه اللي فاتت. السنه دي بيكرر نفس الكلام. رجعنا تاني للعاطفه. ما فيش عاطفه يا جماعه معايا حد. الناس دي بتصدر مشاكل بس. يعني نفسي اطلع كده ليه بيقولوا حلول. يعني طلعت بطلع ادي بقول مشاكل وحلول. اخيرا كنت بتكلم على الاعلانات الداخليه والخارجيه وقطاع التجهيز والكلام ده كله. نادي الزمالك منتج عالي، جماهيره كبيره، بطولاته كبيره، عنده اعلام قوي جدا، عنده قناه يقدر يسوق فيها ويدخل فلوس النادي. لقيتهم بيبيعوهم. لما قلت لهم على الفكره باعوهم بقى، يعني بدل ما الدخل ده يدخل لك، يدخل واحد تاني وليك. طب ليه؟ ليه؟ ما أنا لكم على فكره، انا لما اشتغلت اصلا في قطاع الناشئين او البراعم، انا هاخد كل البطولات كلها. انا الحمد لله مش غرور والله، بلا فخر، اي قطاع ناشئين براعم امسكه برقم واحد في مصر. بده شغل مش رغي. ما بحبش المشاكل، بحب الحلول. اللي يديني حلول، بشغل ناس معايا تديني حلول مش مشاكل. احنا في نادي الزمالك مشاكل، مؤامره، الكوره بس، شيكات. ايه الناس دي؟ الناس اللي عايشه على حيث على قفا نادي الزمالك. الناس دي يا جماعه والله بجد مفيش عاطفه تاني معاهم، ولا عايزين يشوفوا التلفزيون ولا تدعموهم. الفتره الجايه عايزين شغل، عايزين فلوس نادي الزمالك، عايزين تسويق نادي الزمالك، عايزين دخل نادي الزمالك من غير رجال اعمال وغير الناس دي. زي اللي عملوا النادي الاهلي. ماتش برشلونه ده اللي انا شفته، ايه ده؟ ايه الشهره وايه التسويق وايه الفلوس اللي داخل النادي الاهلي ده؟ وايه برشلونه لما يجي يلعب ماتش بالعالم كله بيتفرج عليه، اخر ماتش ليه وتقديم اللعيبه يلعب النادي الاهلي، واحنا قاعدين ايه ده؟ ده احنا حتى يا جدع الراجل اللي بره نادي الزمالك اللي جه اشتغل اللي اسمه جون، النادي ما فكرش يكرمه. واحد بطوله اشتغل بطوله مع جمهور الزمالك، ما فكروش يكرموه على البطوله اللي جابها. ده عايزين يطلعوا اسوء، يطلعوه كمان اسوء. يعني جاب بطوله صعبه جدا ما تجيش ويطلعوه سيء. بص ايه الناس دي؟ لا ايه الناس دي بجد؟ ايه الناس دي؟ والله العظيم ما شفت ناس زي كده في حياتي. وجمهور الزمالك الحمد لله، يعني في ناس فعلا فرزوهم، فرزوا مجلس اداره، فرزوا اللعيبه الهجاصه المتزملكه، الناس دي فرزوهم. وبصراحه لا يعني خلصوا عليهم من الاخر، خلصوا عليهم بجد. انما في بعض الناس المصالح بتصالح. لا مش على نادي الزمالك يا حبيبي، على نفسك. ما انا بخسر ناس، بس بخسر ناس من مين؟ عشان خاطر نادي الزمالك. عارف هم متزملكين هجاصين، والله العظيم وحياة لا اله الا الله هجاصين. ما فيش اساطير ولا في عالمين ولا في الكلام ده، اقسم بالله بتوع نفسهم. والله بتوع نفسهم، وحياة ولادي بتوع نفسهم، ورحمه امي بتوع نفسهم. الفتره الجايه يا جماعه اللي هيجيب لنا فلوس، اللي هيسوق لنا، اللي هيحافظ على نادي الزمالك، اللي دافع عن نادي الزمالك، اهلا بيه. اللي مش كده مع السلامه. اطلع بقى دي اصل ازاي المجلس يعمل كده؟ ازاي اللعبه تعمل كده؟ لا اقعد جنب امك، اقعد جنب امك، مش عايزينك. اقعد جنب امك ولا ازاي يا ماما، ازاي يا ماما، ما تجيلناش احنا. عندنا حلول اهلا بيك، مش لينا في داهيه. جمهور الزمالك بجد يعني في حاجات الواحد بجد، انا والله العظيم من امبارح على اخر.
كل التوفيق نادي الزمالك يا رب، بجد يا رب السنه دي، ربنا يستر. السلام عليكم.